ولد إبراهيم دياز في مدينة مالقة الإسبانية، لأب مغربي يدعى سفييل عبد القادر مهند، وأم إسبانية تدعى باتريشيا دياز. يحمل إبراهيم الجنسيتين الإسبانية والمغربية، وهو الابن الأكبر في عائلة مكونة من 5 أطفال، تضم 4 شقيقات: زيرة، إديرة، دنيا، وإيرينا. البدايات والمسيرة مع مانشستر سيتي. بدأ إبراهيم مسيرته الكروية في نادي مالقة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2015 بعمر 16 عاما، مقابل 100,000 جنيه استرليني. ظهر لأول مرة مع الفريق الأول للسيتي في 21 من سبتمبر 2016 كبديل في الدقيقة 80 خلال مباراة كأس الرابطة الإنجليزية ضد سوانزي سيتي. بعد ذلك ب5 أيام، وقع أول عقد احترافي له مع النادي لمدة 3 سنوات. في يوليو 2017 تألق إبراهيم في مباراة ودية ضد ريال مدريد في الكأس الدولية للأبطال، حيث سجل هدفا في الفوز 4-1. كما شارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر من العام نفسه أمام فينورد. وفي يناير 2018 لعب أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل يونايتد، لينهي الموسم بميدالية الدوري بعد المشاركة في 4 مباريات. في موسم 2018-19 شارك إبراهيم في مباريات عديدة، أبرزها تسجيله هدفين ضد فولهام في كأس الرابطة. ومع انتهاء عقده في يونيو 2019 قرر الانتقال إلى ريال مدريد. الانتقال إلى ريال مدريد. في 6 من يناير 2019 انضم إبراهيم إلى ريال مدريد بعقد حتى عام 2025 مقابل 15.5 مليون جنيه استرليني مع إضافات محتملة. شارك لأول مرة مع الفريق في مباراة كأس الملك أمام ليغانس في يناير، وظهر في الدوري الإسباني بعد أيام أمام ريال بيتيس. خلال موسم 2019-20 لعب إبراهيم 6 مباريات، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإسباني. الإعارة إلى ميلان. في سبتمبر 2020 أعلن ريال مدريد إعارة إبراهيم إلى ميلان لموسم 2020-21، حيث واصل تطوير مستواه مع الفريق الإيطالي. المسيرة الدولية. بدأ إبراهيم تمثيل المنتخبات الإسبانية في فئاتها العمرية المختلفة، وبرز في بطولتي أوروبا تحت 17 عاما عامي 2016 و2017. في يونيو 2021 شارك مع المنتخب الإسباني الأول في مباراة ودية ضد ليتوانيا، سجل فيها هدفا في الفوز 4-0. في مارس 2024 قرر إبراهيم تمثيل المنتخب المغربي بدلاً من إسبانيا. استدعاه المدرب وليد الركراكي للمشاركة في مباريات ودية، وظهر لأول مرة مع المنتخب المغربي في 22 من مارس 2024، حيث ساهم في فوز المغرب على أنغولا بهدف دون رد. إبراهيم دياز، اللاعب صاحب الموهبة اللافتة والإرث الثقافي المزدوج، يمثل نموذجاً للاعب الطموح الذي يسعى للتألق على المستويين المحلي والدولي.